السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم ام اسراء من كوافير لمس الجمال. آه الشعر ده كنا عاملينه بوتوكس ترميمنت معالج مع كولاجين مع ترميم من حوالي 6 7 شهور كده. والشعر زي ما انتم شايفين ما شاء الله ابتدى يبقى فيه موجة بس في اول كده في اول المنبت. والشعر ده عايز اقول لكم الشعرايه اللي هي الافريقيه، اللي هي الشعرايه اللي فيها قصر جدا جدا، اللي فيها خشنه. هوريكم شكل الشعر دلوقتي قبل قبل ما نعمله في الاول خالص، في البدايه خالص هو كان ازاي ووصل لحد زي ما انتم شايفينه كده. والنهارده جايه تعمل تصحيح للبذور تاني. زي ما انتم شايفين شكل الشعر اهو، ده قبل ما نعمله خالص من قبل كده، كان ده بدايته. وبقاله 6 7 شهور زي ما قلت لكم. والنهارده شايفين الشعر ما شاء الله الملمس ناعم وجميل وطري، والشعريه بطولها والشعر طول على الماده اكتر من الاول. الشعريه تشوفيها تقولي ده قصيره، بس هي كان ما شاء الله شعرها طويل من شده التكسر اللي فيه ومن شده الموجه اللي فيه والتجاعيد. كانت تحس ان شعرها قصير بس شعرها طويل، كان طويل ما شاء الله. وطول كمان اكتر على الماده اللي احنا بنحطها وعلى المعالجات اللي احنا بنحطها. احنا بنحط ترميم مع كولاجين بيعالج الفروه وبيعوض الفروه بالاحماض الامينيه اللي الفروه مفتقداها، مع كمان نوع كويس من البوتكس ما فيش فيه اضرار وظروف الفورمالين. والحمد لله بيوصل لنتائج زي ما انتم شايفين كده. دي الشعرايه كويسه ما شاء الله الحمد لله، بصحتها زي ما هي، ما هلكناهاش وما ضعفناهاش. ودي هي جايه النهارده تعمل التصحيح. والشعرايه بقى حبيت اكلمكم عنها، على هي لو ما فيش فيها تساقط. برضو لو انت عندك تساقط ممكن ما يكونش مول بروتين، ممكن تكون بس يكون املاح زي ده فروه الشعر، ويكون الفروه فيها نسبه املاح ونسبة دهون عالية. فتعملي كوباية شاي وكوباية قهوة وتغسلوا بهم شعرك وتغسلوا بهم فروة شعرك كويس عشان الأملاح اللي فيها تروح، وإن شاء الله هتجيب معاكي نتيجة حلوة. لما بنيجي نعمل الشعرايه بالترميم او اللي هو الفيلر او البوتكس او الكافيار او اي نوع من انواع البروتينات، لازم بنحط في الاعتبار حاجات لازم يبقى الكل عارفها، ان بتكون الماده كويسه ويكون يكون الماده حلوه ومفيش فيها اضرار. وطبعا بتبقى معروفه للكوافيرات اكتر من العملاء، لان اي عامله طبعا ما بتبقاش فاهمه هي بتحط لها ايه. كمان اللي هو المعالجات اللي هي الترميم، احنا بنحط كولاجين اللي هو الاطباء اصلا بيستخدموه في حقن فروة الشعر وحقن البشرة، اللي هو الكولاجين اللي هو الخام اللي الاطباء بيستخدموه. وكمان بستخدم اللي هو النانو ابلكس ده حلو جدا اللي هو للترميم، ترميم بس ما فيش فيه اي نسبة فرد خالص، ما فيش فيه نسبة فرد تماما نهائي. يا ربك بس هو بينعم وبيطري وبيخلي الشعرية بيغذيها، وزي ما قلت لكم بيعوض الفروة بالاحماض الامينية اللي الفروة مفتقداها هو والشعر. احنا دلوقتي غسلنا الشعر بعد ما حضراتكم شفتوه، هي كانت جايه ما اتغسلش، وشعرها طبيعه الشعريه بتاعتها ان هي كشاشه زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو. وكمان شعرايه من اللي هي فيها التشابك، نسبه التشابك بتاعها كانت عاليه جدا قبل ما اعمل لها بروتين خالص قبل كده. والحمد لله بفضل ربنا فكنا التشابك بتاعها، وشعرها بقى انسيابي وعادي وما بيتفك ما مش اللي هو بيكسر او بيتشابك بقى زي ما انتوا شايفين كده. والحمد لله بفضل ربنا زي ما انتوا شايفين قدامكم الشعرايه بطولها والشعر طويل وتقيل ما شاء الله، ما فيش ولا حته فيه فرقت لكم الشعر، ما فيش ولا حته فيه مقصوصه. عايزه تعرفي ان البروتين بتاعك اللي انت عاملاه كويس او لا، الشعريه بتقسم من النص او من التلت، بتلاقي الشعر في حته طويله وحته صغيره، حته طول صبعك وحته شبر وحته شبرين، والشعر كله بيبقى مش
طول واحد او بالتساوي، فشعرك بتلاقيه مقطع كده وتحس ان انت قصبه مقص، فتعرف على طول ان نسبه البروتين اللي محطوطه على شعرك نسبه اكبر من الشعر يستحملها. الشعر له قوه تحمل، ولازم اي ماده تتحط عليه تبقى قد قوه التحمل بتاع الشعرايه. المكوه درجه حرارتها تبقى هاديه، ما يبقاش درجه حراره المكوه اعلى من قوه تحمل الشعرايه برضو. فدي معادله لازم الكل يحطها في الاعتبار، ان لازم المكوه مع الترميم مع البوتوكس مع الكولاجين لازم بيبقوا بدرجات وبمعادلات الشعريه اللي تحكم بتحط لها ايه وازاي. مش بتحط وخلاص، وبعد كده بتعرفي ازاي تظبطي المكوه، درجه الحراره بتاع المكوه على الشعرايه، عشان الشعرايه ما تتحرقش معاكي وما تقعش وما تفقديش حيويه الشعرايه وصحتها. لان طبعا الشعرايه برضو لها قوه تحمل، فاحنا مش ما ينفعش ان احنا نحمل الشعرايه فوق طاقتها. ولازم يعني شايفين الشعر ما شاء الله بعمله ازاي. طبعا هو الوقت ما اتحط، انا غسلته كويس بالشامبو كذا مره قبل الاستخدام، واحنا الوقت عملناه وظبطناه بالمكوه ما شاء الله. شايفين حتى اللي هو الشعر اللي على الرقبه حتى ما قصرش برده، ما اتاكلش بالمكوه. ناس كتير بتيجي تتعمل بالمكوه بتاكل الشعرايه بتلاقيها من عمد من كذا حته في الشعر كده تلاقيها مقصوصه اكنها مقص، ودي بتبقى من المكوه، وبعد كده بيبقى تقصف وتلف في الشعرايه بعد ما تروحي. عشان كده الناس كلها بتخاف من البروتين ومن عمايل البروتين، بس للاسف بتبقى الناس الكوافيرات اللي بيعملوا فيه ما بيبقاش الكوافير يعني ايه بجد، يكون يعني الناس ما عندهاش ريحه الضمير، فعشان كده بيجيبوا نتائج ماهيش كويسه، وبتبوظ سمعه الشغل وبتبوظ سمعه باقي الناس اللي شغاله بما يرضي الله. مش اي حد يعمل بروتين يبقى النتيجه بتاعته حلوه، ومش اي حد يعمل بروتين يبقى النتيجه بتاعته وحشه، ومش اي حد يعمل بروتين شعره بيقع او بيتلف او بيبوظ. ولكن اختاروا المكان المناسب اللي تعملوا فيه شعركم. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعي، ويكون الفكره بتاعتي يكون وضحتها لكم، وبحبكم في الله، وتابعوني كل فيديوهاتي.